بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم اهدنا إلى الحق وأنطقنا به. في سؤال بيقول: هل لو ذكرت كلمة لمقفنجل أو وأنا ممسك بالسبحة 100 مرة، وبعد الانتهاء ذكرت لو أن السهم بصعود تحركي يمين ولو السهم هبوط تحركي شمال، علما بأن هذه الكلمة هي الاسم الثامن للطهاطيل، وهم الحاكمون على الأفلاك السبعة، وهم لطهيطل، مهطهيطل، مهطهيطل، قهطهيطل، فهطهيطل، نهطهيطل، جهطهيطل، لخطهيطل، والحاكم عليهم والآخذ بناصيتهم. هذا السؤال للأسف الشديد، يعني لو ذكر كلمة لمقفنجل، حد عارفها فيكم؟ طيب، أولا اعتقاد وجود حاكم للأفلاك والاستغاثة به شرك والعياذ بالله. نقول بفضل الله تبارك وتعالى: فإن مدبر أمور الكون كله هو الله وحده لا شريك له، بيده الخلق والأمر، بيده ملكوت كل شيء، ولا مشاركة لأحد له في ذلك، فلا يوجد حاكم على الأفلاك السبعة من المخلوقات، فالله تعالى هو المالك لكل المخلوقات والآخذ بنواصي جميع الدواب، كما قال الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وبناء عليه فإنه يحرم الاستغاثة بهؤلاء، ويعتبر ذلك من الشرك، قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولقوله تعالى أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وللحديث أيضا يوجد حديث: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، رواه الطبراني، والله أعلم. كما قرأتم معي أيها الإخوة إن كل ده شرك بالله عز وجل، لأنك أنت بتستغيث بهؤلاء الأفلاك السبعة، وإن ليهم متحكم يعني، وإن ليهم هو اللي آخذ بنواصي هذه الأفلاك، وبتستغيث بهم في قضاء الحوائج. ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لكن الاستعانة بالبشر فيما يقدر عليه البشر، الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه هذا المستعان به. يعني انت ما تستعين به واحد تقول له اديني فلوس، والله اديني اي حاجه، مثلا اعمل يعني اي عده من العدد او اي شيء، تستعين به في الزراعه، تستعين به في الصناعه، تستعين به في اي شيء، ده شيء جميل، تاخد من جارك حاجه يساعدك في حاجه، دي استعانه مشروعه. لكن انك انت تستغيث به، تستعين به فيما لا يقدر عليه الا الله، والغريب كمان يستعينوا بافلاك، ما هي دي عباده نجوم، هي دي عباده الكواكب، هي دي في الاصل شرك، ده شرك. وعشان يا اخوانا بس انا برد على الشيخ ايمن مهدي اللي بيقول شيخ المعالجين، تزكى نفسه لانه شيخ المعالجين وبيعالج بالطهاطيل. يا اخي ده اسمها طهاطيل، وهذا الكلام من الهطل بمكان، يعني شيء مبكي مضحك. وصلنا لهذه المساله او لهذه المرحله، اقصد ان احنا نستعين بكواكب ونستعين مش عارف بالافلاك السبعه والافلاك ال20 والكلام الفارغ ده، اسمه ده تغييب، ده تضييع للعقيده وتضييع للدين للاسف الشديد يعني. عموما خلينا تعالوا نشوف الشيخ ايمن مهدي بيعلم الناس ايه
ونعلق عليه بس ونشوف الموضوع ماشي ازاي يعني. انصحك انت بما انك شغال فيها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لحظه واحده ادي النصيحه دي لاخونا الكريم. هتكتب خاتم لمقفنجل في ساعتك. هتكتب خاتم لمقفنجل في ساعتك. تكتب اسمك واسم امك وتشوف يومك ايه هو، وتكتب اسمك واسم امك وتشوف يومك ايه هو. على فكره يا اخواني، على فكره من الامور التي تستطيع ان تكتشف بها الراقي الشرعي من الساحر، في امور كده انت تستطيع انك انت تعرف ده ساحر ولا لا. طبعا بيجي يقول لك ايه، والله في راقي شرعي وهنروح له مثلا عشان انت مريض مثلا، عندك ممكن يكون عندك مس، عندك اي حاجه كويس. في رقيه شرعيه، صحيح في رقيه شرعيه. الرقيه الشرعيه دي لها شروط، والراقي الشرعي برضه معروف، بس في بعض الناس ما يقدرش يفرق، لا يستطيع ان يفرق ما بين الراقي الشرعي والساحر. يعني الراقي الشرعي مثلا، انت مثلا الرقيه الشرعيه اللي هي مثلا سوره الفاتحه وايه الكرسي والمعوذتين قل هو الله احد وايات اخرى اللي هي ايات السحر وكده. فانت الراقي الشرعي بيبقى على المنهاج، يعني على المنهاج الصحيح. فالراقي الشرعي بيبقى في ضوابط معينه لا يستطيع ان هو يتعداها، وده مش موضوعنا نتكلم عنه، بعدين نبقى نتكلم عن مساله يعني ايه مواصفات الراقي الشرعي. وهو يعني يعالج بالقرآن فقط، يعني بما ورد من في السنة من الرقية الشرعية، وكلام أهل العلم في هذه المسألة وما فيهاش أي مخالفات. طيب أنت لما تروح عند الراقي الشرعي ده اللي هم بيسموه راقي شرعي، وحد ياخدك وتروح عشان تعالج مثلا بنتك، تعالج زوجتك، تعالج نفسك، إلخ أنت لما هتروح مش هتعرف، لأن هو سمته بيبقى سمت شيخ ومربي لحية أو مش مربي لحية، بس بيبقى يعني إيه يظهر يعني عليه الصلاح وكذا. انت ازاي كيف تفرق ان بين الراقي الشرعي وبين الساحر؟ اول شيء تفرق يعني عشان تعرف ده راقي شرعي ولا ساحر، اول حاجه اذا طلب منك اسم امك، خلي بالك، اذا طلب منك اسم امك اعرف ان ده ساحر وليس راقي شرعي. عشان هنا بيقول تكتب اسم امك. ده شغل جن وشغل شياطين، ده شغل شياطين، شغل دجل، شغل شعوذة، وعلى فكرة ده يضر، ما ينفعش. كمان انك انت تعتقد ان غير الله ينفعك، هو يدلس عليك يقول لك كده باذن الله وهنقرا ايات، طبعا عشان يخلط الحق بالباطل. يعني لما تروح عند الساحر ده، يعني اصلا الراقي الشرعي ما بيديكش حجاب، ما يقولكش اكتب ده في حجاب، وما يقولكش ما يديكش تمائم والكلام ده كله على الاطلاق، ويقرا عليك القران اللي هم الرقيه الشرعيه المعروفه وخلاص الموضوع ينتهي. وطبعا لا يلتقي ما يبقاش في خلوه، ما يبقاش في كذا، في شروط كتير احنا مش هنتكلم عنها دلوقتي عشان الوقت ما يطولش، عشان نقدر نعلق على الفيديو بتاع الشيخ ايمن مهدي. لكن من اول يعني الاسباب اللي تخليك تعرف ان ده ساحر، اول حاجه مثلا يقول لك ايه اسم امك ايه. طيب الحاجه الثانيه يقول لك هات ريحه المريض، ريحه منه، يعني ايه حته من هدومه يكون عرقان فيها، ده تعرف انه ساحر على طول مباشره. ليه؟ لان هذه الريحه يتعرف عليها الايه الشيطان او الجن، يعني الشيطان ما هو الشياطين من جنس الجن يعني. اسم امك عشان يعرف يتقصى عنك ويعرف اخبارك. انت فاهم قصدي؟ فدايما وابدا تاخد بالك من الوظيفه. فهو بيقول له اكتب اسم امك، يعني اكتب اسم امك على الحاجات دي. خلينا نكمل معاه ونعلق عليه ان شاء الله. كوكبك ايه الساعة الأولى في اليوم دوت خالي من النحوس، تروح كاتب فيه خاتم لمقفنجل، تكتب خاتم لمقفنجل، وتكتب حوله دعوة حرق الطهاطيل، وتكون الآية المناسبة سيدة آية تسخير ألم ترى أن الله سخر لكم. واضح؟ الآية. والكلام اللي بيقوله ده الكلام ده شغل بقى، شغل دجل، شغل شعوذة، ملوش علاقة بالشرع ولا بأي شيء. يقول لك تكتب مش عارف الخاتم وحرق الطهاطيل مش عارف يعني الاسماء اللي انا قريتها لكم، مهيطل، والله ما اعرف يعني، لخطهيطل، لهطهيطل، مهطهيطل، نهطهيطل، يعني انت ده اسماء شياطين، دي اسماء شياطين. خلينا نكمل بس. ايوه، والتوكيل بقضاء جميع حوائجك وأن يكونوا عونا ليك على ما تريدوه. والتوكيل
وكيل لقضاء جميع حوائجك، وأن يكونوا عونك، يعني يكونوا عونك لما تريد أن يعني لما تريده أنت. يعني عوني هو الله سبحانه، إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، يعني إزاي يعني؟ عوني هو الله عز وجل، والقضاء هل يقدر الحوائج إلا الله عز وجل؟ أنا أقول فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن ممكن يعني حد يقضي حاجتك، أي حاجة يعني تحتاج أي شيء ممكن حد يقضي، بس ده يقدر عليه البشر وده جائز شرعا. لكن هنا بقى اللخبطة ودس السم في العسل وده وكل ده، لازم يجيب لك الآية بقى، آية التسخير، سيدي آية التسخير. طيب ماشي، خلينا نكمل. على ما تريده وأن يفعلوه وفق مرادك. وأن يفعلوه وفق مرادك، يعني هنا خلى فيه مرادين، يعني مراد الله عز وجل، طبعا في إرادة شرعية وإرادة كونية، ودي قصة تانية في مسألة العقيدة مش هنتطرق ليها لأن الموضوع يطول شرعي. مش تنسى وفق مرادك دي، وتعمل الورقة ديت وتقرأ عليها الأسماء والدعوة كما هو موضح 343 مرة. الأسماء اللي احنا قريناها من شوية، لهط هيطل، نهط هيطل، مهط هيطل، ولا مش عارف، انا ما اعرفش يعني، بس يعني هم قاريينها كده يعني، واخد بالك ازاي؟ تقراها عموما ايا كان يعني. طيب خلينا نكمل معاه. وبعد كل 49 دعوة الحرق مرة، يبقى كده قريت الأسماء 343 وقريت الدعوة 7 مرات. تمام؟ تمام. ثم يطوى وتحمله معك، ده هيكون تحصين محبة. يبقى ده يطوى ويكون معاك، يعني ايه؟ يعني تعمله حجاب، تعمل الحاجات دي اللي هو انا طبعا مش فاكر هو قال ايه يعني، بس يعني تعملهم على حسب كلامه وتعمله وتحطهم حجاب، يبقى ده تحصين محبة. ايه كمان قول؟ جلب زبون، قضاء حاجات، تيسير امور. جلب زبون، ايه جلب زبون دي؟ قضاء حاجات، تيسير امور، حل عقود، رفع حل عقود، كله، رفع مصائب، كل شيء. ويسخر لك الكون وما فيه. ويسخر لك الكون وما فيه. طب انا عندي حل يا شيخ ايمن مهدي، هل تستطيع انك تعمل لنا الحكايه دي نستخدمها مع اسرائيل، مع الكيان الصهيوني؟ طلعين عنا بقالهم 70 سنه 75 سنه، ما نعمل الحكايه دي. طب اي حد عنده مشكله كده، احنا بقى المشاكل بتاعتنا كلها تتحل. انا عندي مشاكل وده عنده مشاكل، اللي عنده مشاكل ماديه واللي عنده مشاكل عاطفيه واللي عنده مشاكل مش عارف اجتماعيه واللي عنده مشاكل في شغله واللي عنده يبقى اذا بقى يعني، طب ما فكره حلوه يعني، ايه رايك يعني؟ هل ده صحيح؟ طيب نثبت ازاي؟ والفلسطينيين يمسكوا بقى لمقفنجل ونهط هيطل ولهط هيطل ومحط هيطل التعاطيل كلها، واخد بالك ازاي؟ وكده يعني، ويروحوا يعملوا الحكايه ديت ويعملوا التعويذه بتاعتك دي والشعوذه بتاعتك والدجل ده بتاعك، ويبتدوا بقى ايه، يقولوا الافلاك بقى يلا حرر لنا الاقصى، حرر لنا فلسطين، دمر جيش ده ممكن ولا هو على مستوى الافراد فقط؟ انا عارف يعني، انا بقالي لك حل اهو. نخلص من الكيان الصهيوني ده، نخلص من القصه. واحد عنده ضائقه ماليه، طب ليه الفقر اللي احنا عايشين فيه في مصر؟ في ازمه اقتصاديه، ممكن تقول الحكايه دي بقى الاداره السياسيه والاداره الحكومه ويلاقوا حل للمشكله دي. نشوف امريكا دي اللي عماله مش عارف ايه، مش ده قواضي الحوائج وكل حاجه. ايه رايك؟ يعني الموضوع ده لو صحيح يعني، طبعا يا اخوانا يعني، ناقل الشرك ليس بمشرك، ناقل الشرك ليس بمشرك، الكلام ده كله شرك، انك تستعين بغير الله، وان ربنا سبحانه وتعالى وضع اسباب تاخد بهذه الاسباب، هو يقول لك ده سبب من الاسباب، طب يلا اجعله سبب. حتى يعني صيغه كلامه ان ده يتحقق، حتى بيجي ناس، احنا لو بصينا في التعليقات هنلاقي ناس برضه بتقول لك ده يتحقق معايا وبتاع. طب نحل مشاكلنا كلها في الدنيا كلها، مش ده صحيح؟ مش ممكن؟ ممكن. واي تسخير ومش اي تسخير. تعال نكمل بس. ده عشان تسخر الكون، عشان تسخر الكون. طبعا يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى لما قال وسخر لكم الشمس والقمر، سخرها كيف يعني؟ سخرها لكم
أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر يعملان بإرادات الله عز وجل، سخرها يعني جعلها تعمل لمصلحتنا بدون مقابل. عارف انت يقول لك انت بتشتغل سخرة يعني بدون مقابل. عارف الناس الكبيرة فاهمة موضوع السخرة ايام الاحتلال. يعني لما حفرنا قناة السويس، الخديوي اسماعيل خلى الناس تحفر القناة دي بدون مقابل، ياخد الناس غصب عنهم ويخليهم يحفروا في قناة السويس، يحفروا ده كله بدون فلوس وبدون اي حاجة، اسمه السخرة. وكان في بقى يعني برضو ايام الاحتلال العثماني ده كان موجود، ويعني كل الاحتلالات ممكن يخليك تعمل ايه، كل اسمها سخرة بمعنى بدون مقابل. فالله سبحانه وتعالى سخر لنا الكون بدون مقابل، ما بندفعش. ربنا يجعل الشمس والقمر لمصلحتنا. الشمس طبعا لها فوائد، الكون له فوائد، البحر له فوائد، السماء لها فوائد، الارض لها فوائد، كل هذه يعني الارض بتنبت، وكل ده ربنا سخره وامره ان يكون يعني في خدمة الانسان بدون اي مقابل. ده معنى التسخير. هو معنى هنا التسخير انك انت تأمره يشتغل. ركز معايا، الذي يأمر السماوات والارض هو الله عز وجل بس. يعني لا مدبر لامر الكون الا الله، وليس لاحد حاكم على الكون ولا ما في الكون من سماء او ارض او شمس او قمر او غيره. لا حاكم له الا الله ولا مسير له الا الله. فهنا لما يقول لك يسخر لك، كل ده مسخر ليك انك تأمره ينفذ، كأنك تشارك الله في إدارة الكون. ويقول لك وفق مرادك. طب ده لو كان مرادك مخالف لمراد الله عز وجل، لان انتوا عارفين ان في قدر كوني وقدر شرعي. قدر الكون ده اللي في اللوح المحفوظ، وده طبعا ما حدش يعرفه، وهو نافذ. فكده هو بيخليك تعتقد انك انت ممكن تسير الكون او تسخر الكون حسب مرادك وحسب طلباتك. تقول له اعمل كذا يعمل، اعمل كذا يعمل. فاكرين لما ربنا سخر الجن لسيدنا سليمان؟ فاكرين؟ فتسخير الجن معناه ان يخلي الجن يطيعه بدون اي مقابل. فالتسخير من تسخير الشيء اي طاعته، والكون طبعا لا يطيع الا الله عز وجل، لا يطيعني ولا يطيعك ابدا. فالجن لا يطيع الانسان الا اذا امره الله وجعله مسخر لسيدنا سليمان، وهذه الخاصيه لسيدنا سليمان فقط. خلاص؟ فسخر له الجن، وسخر له ايضا السحاب، وسخر له اشياء، خلاه يكلم النمل، يكلم الطير. فده احنا ما نقدرش نكلم الطير ولا النمل ولا، فحاجات ربنا هو اللي بيديها خاصيه للبني ادم. لكن كونك انك انت تعملها بالتهاطيل بتاعته دي وتسخر بقى ويقول لك ايه، يسخر لك كل حاجه، ده شرك بالله عز وجل، كانك تشارك الله في ملكه والعياذ بالله. خلينا نكمل معاك. ما شاء الله. سيدة آية تسخير هي الآية المطلوبة، عارفها ولا مش عارفها؟ وسخرنا لكم، هي الآية قصدك؟ ثواني أمليها لك عشان تبقى إيه الكلام. الشيخ العزيز، الاسم واسم الأم بن ولا بن؟ ببنا. نعم بن. بن. تقسيم 7 ينطينا اليوم، وتقسيم 24 راح ينطينا الساعة. في قاعدة ثانية بدون بن اللي تشوفها صح عندك. أول والله ما أنا فاهم بن ومش بن، أنا أول مرة أسمعها. كما سمعتم أيها الإخوة، كل ده كلام باطل، كلام ملوش أي علاقة بالشرع، كلام يعني يدمر العقيدة ويجعل الإنسان يعتقد في غير الله عز وجل، ويعتقد أشياء فوق قدرة البشر. يعني لدرجة إن هم يعني بدل ما أنت تطلب، يعني انتقلوا من الطلب من الأموات وأصحاب القبور بزعم الأولياء إلى الطلب من الأفلاك بقى. يعني أنت بقى بالحاجات دي لو لازم يحشر لك آية ده ليه؟ يعني لزوم النصب، يعني لزوم الشعوذة والدجل، لازم يحط لك آيات كده وبتاع عشان تقول ده قرآن. حتى المشعوذ لما يجي يدي لك حجاب زي ما هو بيعمل كده، لازم يكتب في النص آية، يعني آية أي آية، ويكتب اسم عفريت من العفاريت أو اسم واحد من الجن أو اسم هذا هو.
فإن شاء الله احنا مستمرين مع فضح الطهاطين إن شاء الله تبارك وتعالى. وإحنا ديننا ليس دين طهاطين، وإنما ديننا دين الوحي، دين العقل، دين الجمال، دين الفطرة السليمة، دين التوحيد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. فيعني نتوقف عند هذا الحد، ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا، ويجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.